بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبي الكريم. باشمهندس باسم هشام معاكم، والنهاردة بإذن الله هنتكلم على موضوع مهم جدا لأي مهندس تصميم ميكانيكي. إن شاء الله الفيديو ده هيديك فكرة كده عامة، وهيديك منظور مختلف ممكن تستخدمه بعد كده عشان تبدأ تعمل أي تصميم أنت عايزه. المعلومات اللي هنقولها النهارده معلومات مهمة جدا، فلو انت اول مرة تتابعني انا باشمهندس باسم، ودي القناة اللي بنزل فيها الحاجة اللي انا بحبها. بنزل فيديوهات وكورسات خاصة بالسوليد ووركس والتصميم الميكانيكي والميكانيكال انجينير عموما. فلو انت اول مرة تتابعني، لايك وسبسكرايب، ان شاء الله هتستفيد جدا جدا من الفيديو ده. ويلا بينا على طول بدون مقدمات. اول حاجة اللي عايزين نبقى عارفين ازاي نعمل موديلنج لاي بارت عندي. والبارت لما تيجي انت تصمم اي بارت يا باشمهندس، الفكرة ان احنا لازم ناخد وقتنا الاول قبل ما نبدأ نصمم. مش لما حد يقول لك مثلا انا عايز ارسم حاجة معينة على طول انت تروح بادئ وفتح السوفت وير على طول وتبدأ تستخدم التولز عشان توصل للي انت عايزه. في الغالب انت كمهندس ميكانيكي بتحاول توصل لما يسمى بالديزاين انتنت. النهارده بإذن الله هعرفك ايه هي الخطوات اللي تمشي عليها حتى لو انت ما عندكش خبرة. ايه الخطوات اللي تمشي عليها عشان تعرف ازاي ترسم اي بارت، ودي معلومة مهمة جدا ان شاء الله هتفيدك. فازاي نرسم اي بارت؟ قبل ما نبدأ بالموضوع ده لازم الاول تسأل نفسك ازاي ابدأ الديزاين. وطبعا لو احنا جبنا الموضوع ده من اوله لاخره هتبص تلاقي ان هو حاليا يعني اللي جاي في بالي ان هم تقريبا 3 خطوات عشان تبدأ تعمل الديزاين. اول حاجة ان انت هتبدأ الديزاين فروم سكراتش. انت واحد بقى ما شاء الله عليك درست الديزاين وخلاص هتعمل حاجة او هتعمل منتج من السكراتش، وانت اللي هتصممه بايديك انت بالحسابات بكل حاجة. ودي اول خطوة. الخطوة التانية ان انت يبقى عندك ال 2 دي دروينج وبتحاول تعمل موديلنج او ترسم البارت ده على سوليد ووركس. فانت بيبقى معاك ال 2 دي دروينجز ومعاك الفيوز ومعاك الدايمنشنز، وبتحاول ان انت تبدا الديزاين بتاعك. الخطوه الثالثه وهي الريفرس انجينيرنج، وحاليا بقى في تولز زي ال 3 دي سكانرز وال 3 دي برينترز طبعا بقت بتساعد ان انت تقدر تعمل ريفرس انجينيرنج للمودلز اللي موجوده معاك او اللي انت مش عارف ليها 2 دي دروينجز او مش عارف ان انت تبدا من سكراتش. احنا يعتبر تقريبا هنتكلم بطريقه بلدي، ودي حاجه هتفيدك عموما سواء في الريفرس انجينيرنج او في ال 2 دي دروينج او في السكراتش، ان انت ازاي تديزاين. تمام. بس مينلي الطريقه اللي احنا هنتكلم عليها دي لو انت معاك الموديل في ايدك وعايز تبدا تصممه على السوليد ووركس، تعمل كده ازاي؟ هو ده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده ان شاء الله باستفاضه. اول حاجه يا باشمهندسين، الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها ان شاء الله هتكون 5 خطوات. اول خطوة لازم تعملها هي السمبليفاينج. السمبليفاينج دي ببساطة شديدة احنا بنقول كده ان احنا بنحاول نبسط الموديل اللي معانا على ابسط شيب. تمام. تعمل السمبليفاينج ازاي؟ احنا هنا كاتب لك الخطوات اللي انت حضرتك تمشي عليهم عشان تعمل سمبليفاينج للموديل ايا كان الموديل اللي انت بتفكر فيه. طبعا احنا بنتكلم على موديلز معينة، في طبعا حاجات هتبقى معقدة شوية، بس لو انت في بالك ال5 خطوات دول وانت شغال الموضوع هيفرق معاك جدا. اول خطوة بنتكلم فيها هي فكرة السمبليفاينج. اول خطوة ان انت نجلكت الابيرنس، يعني اي تكتشر عندك، اي تكست مكتوب، اي حاجة محفورة، اي حاجة ليها علاقة بالابيرنس انت بتحاول تنجلكت الكلام ده. تاني حاجة بتنجلكت الفيلتس والشامفر، اي حاجة ليها كيرفيتشر، اي حاجة ليها تشامفرز، بتحاول ان انت تنجلكت الكلام ده. النقطة اللي بعد كده لو حاجة ليها باترنز، طبعا احنا هنشوف امثلة عن الموضوع ده عشان تفهمه بشكل اكبر. النجلكت الباترنز، لو عندك حاجة ليها مثلا باترنز او حاجة بتحاول تنجلكت الكلام ده وتنجلكت اي قطع موجود عندك في الموديل. عشان تعمل ايه؟ عشان توصل لاول فيتشر. طبعا احنا عارفين ان السوليد ووركس فيتشر بيزد، وبمعناه ان احنا بنبني فيتشرز على فيتشرز. فاحنا عايزين نوصل لاول فيتشر. عشان توصل لاول فيتشر وتشوف اول فيتشر، دي موهبة انت هتكتسبها مع الخبرة. فلو انت ما عندكش الموضوع ده، امشي على الخطوات اللي احنا كاتبينها هنا في السمبليفاينج، هتقدر بسهولة جدا تديتكت الفيرست فيتشر. وهديك مثال عملي دلوقتي عن الموضوع ده وهتجرب بنفسك وهتلاقي ان الموضوع بسيط جدا. خليك لحد الاخر عشان في الاخر هيكون في اكسرسايز، لو عرفته يبقى انت فعلا استفدت كويس من الفيديو ده. النقطة التانية، خلاص انت عرفت الاول فيتشر اتبنى منها الموديل، دي كده الخطوة الاولى اللي وصلتك ليها. الخطوة التانية
فكرة الفيتشرز، ان انت بقى خلاص انت عرفت اول فيتشر، تبدأ تشوف انت ايه افضل اورينتيشن للفيرست فيتشر دي، وايه افضل بلين وافضل سكتش تبدأ منه. يعني انت خلاص عرفت الفيتشر، عايز تشوف تقدر ترسمها على انهي بلين عشان تجيب افضل اورينتيشن للفيتشر دي، وبعد كده تبدأ تختار البلين اللي هترسم عليه السكتش البسيط اللي احنا عملناه. طبعا الكلام في الاول خطوتين كده انت خلاص عرفت اول فيتشر وعرفت اول سكتش، وزي ما قلت لك هديك مثال عملي دلوقتي وهتكتشف ان الموضوع بسيط جدا. طيب انا خلاص عرفت اول فيتشر يا باشمهندس وعرفت اول سكتش، اعمل ايه بعد كده؟ تبدا تسكتش بقى باستخدام السكتش انتيتيز، تبدا تعمل الجيومتري وتقاد الريليشن وبعد كده الدايمنشن. الخطوه الرابعه يفضل ان انت تستخدم الاوتو اد ريليشنز او الدراج والدروب ريليشنز اللي موجوده في السوليد وركس، تبدا تضيف ريليشن مع الدايمنشن يعني. واخر خطوه هي الانجلز، لو في diameters او radians تبدا تحطهم وتعرف فيهم المودلز بتاعتك. تبدا تحط الاول الشورت ديستانس وبعد كده اللونج ديستانس، وبعد كده هتلاقي الموديل عندك بقى جاهز. طبعا في الريفرس انجينيرنج لو انت مش قادر تقيس المودلز، طبعا بقى في زي ما قلت لحضرتك 3 دي سكانرز، وفي تولز في الريفرس انجينيرنج بتساعدك ان انت تقدر تجيب الدايمنشنز والانجلز والحاجات دي كلها تعرفها، بدل ما كنت بتقيس زمان بالبوكليز او كده، لا بقى في تولز دلوقتي بتسرع عمليه الريفرس انجينيرنج. بس دي الخطوات العامه اللي لازم أن تكون في بالك عشان تقدر ترسم اي موديل، واللي احنا بنتكلم عليهم كده دلوقتي هو ده اسمه الديزاين انتنت. الديزاين انتنت او الفكره ازاي تبدا الموديل بتاعك. طيب تعالى ناخد بقى مثال عملي، ولو انت متابعني لحد دلوقتي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا على المثال العملي. اول حاجه لو احنا عايزين مثال زي كده زي الريموت اللي قدامنا ده، عايزين نعرف ازاي نرسمه على السوليد ووركس. هنمشي على الخطوات واحده واحده كده عشان نشوف احنا هنقدر نرسمه ازاي. انا ما اعرفش هنا ممكن يكون في مثلا بن او حاجه ارسم بيها ولا ايه، مش عارف في بن ولا حاجه ممكن استخدمها، بوينتر. في بن اهو ممكن استخدمه ان انا اعلم عليه. طيب هنمشي في اول حاجه السمبليفاينج يا باشمهندسين. اول حاجه نجلكت الابيرنس، اي حاجه ليها الوان انا مش مهتم بالالوان خالص، مش مهتم باي لوجو موجود كده. خلاص عملنا فكره النجلكت ابيرنس. نجلكت الفيلتس والشنفر، اي فيلتس موجوده هنا انا مش مهتم بيها خالص، اي فيلتس موجوده في البارت مش مهتم بيها. نجلكت الباترن، طبعا كل ده عباره عن باترن، كل الفتحات دي عباره عن باترن، فانا هنجلكت هعتبر في دماغي، هتخيل في دماغي قبل ما ارسم اساسا ان الكلام ده كله مش موجود. فانت اوتوماتيك كده في دماغك وانت عمال بتشيل، انت الموضوع بيبقى ابسط في دماغك وبتقدر تتخيل بشكل افضل. نجلكت الكاتس، لو انت طبعا اعتبرت ان مفيش اي كاتس خالص، هتلاقي السطح ده عباره عن سطح فاضي كده، حاجه عامله زي كده. لو انت متخيل في دماغك دلوقتي اللي احنا واقفين عنده عشان تقدر تديتكت الفيرست فيتشر. انا اظن ان انت تخيلت دلوقتي الفيرست فيتشر اللي هي بس هتكون عباره عن ريكتانجل معمول له اكسترود لو انت بصيت من الناحيه دي، او لو انت بصيت من الناحيه دي هيكون الريكتانجل طويل، يعني العرض بتاعه طويل والاكستروجن بتاعه يعتبر الى حد ما اصغر شويه. طبعا احنا هنا بنتكلم بشكل بسيط، يعني انا بس بحاول اخليك تتخيل ازاي لما تمسك اي بارت تقدر تتخيله وتقدر تبقى عارف انت هترسم البارت ده ازاي. فبعد خطوه السمبليفاينج على طول انت هتعرف تديتكت الفيرست فيتشر. والفيرست فيتشر انت بقى عندك تو اوبشنز. اول اوبشن ان انت تبص من الناحيه دي كده فهتعمل مستطيل صغير. تاني اوبشن ان انت تبص من الناحيه دي وتعمل مستطيل طويل. فعشان كده بنيجي للنقطة التانية، فكرة الفيتشر ان انت بتديتكت البيست اورينتيشن. انت عايز البيست اورينتيشن، فده معناه ان انت ممكن ترسم هنا المستطيل الصغير بس هنا ترسمه على الفرونت بلين، ولو رسمت المستطيل الطويل فانت كده هترسمه على الرايت بلين. طبعا احنا هنا بنتكلم بالنسبة لسوليد ووركس يعني. وكده احنا عملنا البيست اورينتيشن والبيست بلين، وتقدر بعد كده تديتكت البيست سكتش بكل سهوله اللي هو عباره عن مستطيل. طبعا الجزء اللي بعد كده بقى بيبقى جزء بسيط، هي فكره ان انت تسكتش وتبدا تقاد الريليشن والدايمنشنز والكلام ده كله. طبعا الكلام ده بسيط
لو انت معاك الحاجات الارقام دي، مش معاك زي ما قلت لك بقى في تولز تساعدك ان انت تقدر تقيس. لو انت معاك المنتج تقدر تقيس وتعرف بالظبط كل ضلع من الحاجات دي بكام. طيب لو انا بقى دلوقتي عايز ان انا اكنسل واخش على اللي بعدها. طيب احنا معانا بارت زي كده تاني، نفس الفكره simplifying. هتنجلكت، هتبدا ما تشوفش خالص القطع اللي موجود هنا ده. خلاص اعتبرت ان هو مش موجود. هتنجلكت كده الفيلتس اللي موجوده هنا دي، تمام. وهتنجلكت الكاتس والباترن. هتلاقي برضو نفس الفكره ان هو عباره، بس لو انت هتبدا، لو انت هتسيب الفيلت كمان، اول فيتشر هتكون عباره عن الفيتشر اللي هي عباره عن let me draw it. ثانيه واحده. هتبقى عباره عن كده، وهتعمل اكستروجن، انا اسف، كده، وهتعمل اكستروجن بالشكل ده. وبعد كده تبدا تضيف الفيتشر التانية، لان طبعا في معظم المودلز اللي بتبقى موجوده معاك انت بس عايز توصل لاول فيتشر عشان تبدا تضيف عليها بقيه الفيتشرز. فالموضوع بسيط جدا، ان انت تسمبليفاي وتديتكت الفيرست فيتشر، هتعرف على طول البيست بلين والبيست اورينتيشن. تبدا تستخدم بعد كده الادنج للدرو، الادنج للريليشن والدايمنشنز اللي موجوده. طيب تعالى نند كده الموضوع ده ونشوف اللي بعدها. نفس الفكره بالظبط. لو انت جيت بصيت على الموديل اللي معانا، هتنجلكت الابيرنس، هتنجلكت كل التكتشرز اللي موجوده دي، تمام. هتنجلكت كل الابيرنس اللي هو التكتشرز، اي حاجه موجوده ليها علاقه بالتكتشرز هتنجلكت الكلام ده. الفيلتس والشامفرز طبعا ده انا شايف ان ده من اساس الموديل اساسا، فانا مش هعمل له نجلكت. نجلكت الكاتس، هعتبر ان مفيش اي كاتس هنا. وطبعا انا شايف هنا برضو ممكن يبقى ده كات موجود عندي، هسيبه دلوقتي لان هو في اساس الموديل. هتوصل للديتكت الفيرست فيتشر الى حد ما. لو انت عايز اول فيتشر، فهو اول فيتشر هو الجزء اللي فوق ده، هيكون عباره بس ده السكتش بتاعته، وهترسمه من الفرونت بلين وتعمل له اكسترود بالشكل ده. وبعد كده تبدا تضيف القطعات. انا ما بتكلمش على الطريقه، انا بتكلم ان انت ازاي تفكر، ازاي ترسم اي موديل عموما مهما كان الموديل اللي قدامك ده، ازاي ترسمه عن طريق السمبليفاينج، الفيتشرز، السكتش، ريليشن، دايمنشن. 5 خطوات اساسيه، حطهم في بالك دايما، وان شاء الله باذن الله الموضوع ده هيفرق معاك جدا. خلينا بقى نيجي للسؤال بتاع الفيديو ده. لو احنا معانا حاجه زي كده وعايزين نعمل لها موديلنج في السوليد ووركس، ايه هي الفيتشرز اللي انت هتستخدمها عشان تعمل حاجه زي كده، وهتبدا بايه؟ وده كان كل حاجه معانا النهارده. اشوفكم فيديو جديد على خير. السلام عليكم.